السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك وأعوذ بك من الشيطان الرجيم. أهلا وسهلا بأصحابنا وزوارنا ومتابعينا ومدعمينا وكل الناس اللي بيشوفونا وبيتابعونا. بنرحب بيكم جميعا. النهارده معانا العربية الأكثر مبيعا في مصر، العربية اللي حققت مبيع وكسرت السوق المصري في موديلها، في شكلها، في كمالياتها، في كل حاجة فيها. العربية النهارده معانا شيري تيجو 3 موديل 2023. ايه كمالياتها وايه مواصفاتها وايه اللي موجود جوه العربيه، هنعرف كل حاجه فيها وهناخد خلفيه سريعه عنها، بس هناخد معلومات كده سريعه عن العربيه وشكلها والمواصفات بتاعتها. العربيه تعد معانا من العربيات الاس يو في، عربيه 4 سلندر 1589 سي سي اللي بيتقال عليها 1600 سي سي على طول، 126 حصان، عزم اكثر دوران 160 نيوتن متر، 16 صباب، موتور دي في تي زي ما قلنا 4 سلندر، نظام الدفع بتاعها الامامي. السرعه القصوى للعربيه 165 كيلو متر. العربيه مدعمه بشدود سبور 17 بوصه، جنط لونين زي ما احنا بنشوفه معانا كده. التسارع من الصفر لل 100 كيلو 14 ثانيه. متوسط استهلاك الوقود بتاعها في ال 100 كيلو 6.7 لتر. استهلاك كويس جدا في البنزين بتاعها مع موتور 1600 سي سي. سعة الخزان بتاعها 55 لتر. العربية بتتميز بطول 4419 ملم وعرض 1765 ملم. وزن العربية وهي فارغة 1420 كيلو جرام. تسارع كويس مع طول كويس مع عرض ممتاز مع اداء كويس. الموتور بتاعها مع عربيه 1600 سي سي، يعني تناسق في كل حاجه، موتور في كيس في بادي. هنفتح العربيه وهنبص عليها وهنشوف شكلها. فرش البيبان بتاعها مميز ب باكيت اسود كده في فريم سيلفر مع الباب الاسود. طبعا مش هناخد اي تفاصيل بالنسبه للدواخل لان العربيه معانا النهارده زي ما احنا قلنا زيرو. سماعات اماميه، اير باج، تابلو، كاسه تاتش، شاشه 8 بوصه، كار بلاي. بناخد بصه سريعه عن الدواخل او شكل الدواخل بالمنظر. العربيه مزوده بزجاج فاميه، روف راك للعربيه على السقف زي ما قلنا. برضو في باكيته سودا مع الفريم السيلفر مع الاوكرا السيلفر. العربيه زي ما احنا قلنا مزوده بسماعات خلفيه، برضو فيها اماكن تخزين كتير في العربيه. مخدع نص خلفي، مخادع راس خلفيه زي ما احنا قلنا، فتحه سقف. العربية مميزة معانا برضو باللون السيلفر مع الجنوط السيلفر في فراني او في رمادي. العربية مميزة بسبويلر خلفي بفانوس ستوب في السبويلر زي ما احنا قلنا. العربية 23 زيرو لم ترخص. العربية مزودة برضو النهارده معانا الاستبد بتاعها خارجي بكفر عليه الشعار بتاع شيري براند بتاعها، برضو سيلفر بنفس لون العربيه بلون اسود كده. العربيه مزوده زي ما احنا قلنا بكاميرا بسنسور بارك خلفي، كاميرا خلفيه بنحاول ان احنا نوضحها معانا في التصوير. مميزات العربيه كتير، فوانيش شبوره في الاكسدام الخلفي. مساحه الشنطه بتاعتها مساحه كويسه تستوعب 550 لتر. رف خلفي يحجب الشنطه مع الصالون. الارتفاع بتاع العربيه من جوه ارتفاع كويس قوي، حوالي من الخارج 190 ملم او 190 سم. طول العربيه ارتفاعها من بره. العربيه زي ما احنا قلنا مزوده بفوانيس اماميه او ما قلناش، فوانيس اماميه وفوانيس خلفيه ليد.
خدنا بصه سريعه من الجنب اليمين، وخدنا بصه سريعه من الجنب من خلفيه العربيه او شنطه العربيه. هناخد بصه سريعه عن الجنب الشمال وهنخش اوضه الموتور. يا رب ما نكون بنطول عليكم، يا رب نكون بنوصل لكم المشاهده تامه والمعلومه كامله. طبعا زي ما احنا بنقول ما بنهتمش بالتفاصيل قد ما بنهتم بالكماليات، او بنقول الكماليات اللي في العربيه للي مش عارف العربيه او مش عارف كمالياتها. مفتاح رباعي الازاز، التحكم في الاضاءه الخارجيه بتاعت العربيه لو انا حبيت ان انا اخلي الاضاءه عاليه او واطيه من الزرار ده. التحكم في المرايات، الطاره عندنا طاره مالتي، اير باج طاره، شاشه توضيح لو في باب عندنا مفتوح او باب الشنطه او باب الخلفي بنحاول ان احنا نوضحها معانا. ندور العربيه وهنشوف شكل العربيه وشوف شكل العدادات بتاعتها. العربيه اول ما بدور بيطلع لي براند شيري على الشاشه. زي ما احنا قلنا العربيه عندنا كار بلاي، قلنا طاره مالتي، في عندنا التحكم في علو وطو الطاره بنتحكم فيها. الكرسي بتاعنا برضو بيتحكم في 6 حركات بتاع كرسي السواق. شكل وتوزيع والتحكم في التكييف بتاع العربيه، صباع ولاعه، وعندي مخرج 12 فولت بنحاول ان احنا نوضحه معانا في التصوير. العربيه مزوده بفتيس سي في تي يشتغل مانيوال واوتوماتيك، طفايه للتدخين، مخدع نص للسائق من مكان تخزين، تابلو العربيه مساحته كويسه، كتالوجات وكتاب الصيانه ان شاء الله لصاحب النصيب. طبعا تفاصيل العربيه النهارده بنقول العربيه زيرو ما استخدمتش. عندي العربيه مزوده بطاره جلد هاندي ميد. التحكم في حركات وفتح السقف، جراب للنضاره زي ما احنا قلنا، فتحه سقف، ارشادات كل مره بنحاول نوضحها في كل عربيه، او هم دايما في كل العربيات بيدوا الارشادات بتاعت الاير باج. العربيه مزوده بمرايه داخليه للشماسات. العربيه اس يو في كشكل، ككماليات مليانه كماليات. عندي زي ما قلت لكم العربيه تاتش سكرين وكار بلاي. كماليات العربيه كتير زي ما احنا قلنا، مميزات العربيه كتير. نسينا نوريكم الكاميرا الخلفيه، يعني حتى لو قلنا او نسينا نقول ان احنا معانا في العربيه مزوده بكاميرا خلفيه. تحكم في التكييف تاتش. خدنا بصه سريعه، خدنا بصه عن شكل الصالون. بناخد بصه سريعه بس هستأذنكم هنبطل العربيه عشان نسينا نبطلها، عشان العربيه دايره مش هتطلع الصوت معانا مظبوط. العربيه مزوده بباكيتات في الاوكر وباكيتات نيكل زي ما احنا شايفين، وزجاج فوبيه زي ما احنا قلنا، وفي العاده افاده، اشارات مرايات. قلنا المطلوب معانا ال 1600 اللي هو 1589، ال 16 الصباب زي ما احنا قلنا، الدي في في تي. نحاول نوضح كل حاجه معانا في التصوير. ستيكرز الاوك الاعتماد من الشركه ان العربيه تمام. الكبوت مبطن بفرش داخلي عازل للحراره، وعوازل الحراره فيها كتير قوي زي ما احنا بنحاول نوضحها. طبعا تفاصيل العربيه اتكلمنا فيها، كماليات العربيه اتكلمنا فيها. العربيه تعد من العربيات الاس يو في.
شرفنا بيكم، شرفنا بمشاهدتكم. يا رب ما نكون طولنا عليكم، ويا رب نكون وصلنا لكم المعلومه كامله بكل حاجه بكل توضيح. وانتظرونا ان شاء الله في القريب العاجل باسلوب افضل، بتصوير احسن، بتعليق اوضح، وبنكبر بيكم وبنكبر معاكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.